الملك محمد السادس والرئيس عبد المجيد تبون غيريحوا في طبلة وحده. هذه هي خطة ترامب الجديدة لحل أكبر منتف واقع في شمال إفريقيا. فبعد ما نجح يتوسط بين رئيس أذربيجان إلهام عليف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ولا ترامب كيصالح بين الدول ورجل سلام. غتكون حسب خبراء محاولة من ترامب لإصلاح العلاقات المغربية الجزائرية، فهو في ظرف عام فك بزاف د الملفات معقدة وترامب يقد عليها بما انه زير ارمينيا واذربيجان يوقعوا اتفاق السلام ويوقفوا القره اللي دايره هذه سنين ومنين على اقليم ناغورنو كاراباخ. وفي الاخر اداتو اذربيجان وارمينيا غتربح غير مساعدات واستثمارات اوروبيه وامريكيه وتحسن صورتها قدام العالم. تقريبا نفس البلان اللي غيطرى بين المغرب والجزائر الا زير ترامب الصمته معه، لان المغرب ربح اراضي الصحراء ومستحيل يتنازل عليها، خاصه انه قفل الحدود وبنى السانتور وعمر المنطقة بالألغام وما كانش كيفاش يديروا ليها. ثانيا الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية ومعه أوروبا والعالم العربي ودول إفريقية وأمريكا اللاتينية، يعني المغرب يساوي أذربيجان والجزائر هي أرمينيا. هي ما ربحت والو من غير كمشة من اللاجئين في تندوف كتصرف عليهم وما عندها حتى مكاسب في الأرض. لذلك وبمنطق القوة ترامب غيجلسهم فوق الطبلة ويفرض السلام في شمال إفريقيا، والمقابل اللي شدته أرمينيا غيشدو تبون. غتحيد عليهم العزة الإقليمية وتحسن صورتهم قدام العالم ويستافدوا من المساعدات واستثمارات أمريكية، وممكن يتعوضوا حتى على داكشي اللي خسروا على القياطن والعجاج. الهدف الرئيسي ديال طريق المحيط الأطلسي حتى هو غياخدوه يخرجوا منه ثروات ملجا مغار الجبيلات والمناجم الأخرى في الصحراء. يعني الجزائر غتكون بحالها بحال دول الساحل، وديجا سيدنا موافق يدخلهم في المبادرة الأطلسية يستافدوا مستقبلا من ميناء الداخلة ويسهل لهم الطريق لدول غرب افريقيا. الامريكان ما كتلعبش عطارفات ما غترجعش اللور. دوك الناس كيلعبوا على 100 و200 عام. ما جاش ترامب ورشقات ليه عطارف، لا، عارف ان استقرار وازدهار الصحراء تحت السياده المغربيه وتا الحل في اطار الحكم الذاتي غيخدم لشمال افريقيا. ما يمكنش تزاد كيان اخر ما يتليه الحوت ما عنده تا مقومات ومليون في المية غيتبع الجزائر يطبق في الواقع امبوسي. دونك الرئيس عبد المجيد باش يرضى عليه ترامب ويدخلوا الشركات الامريكيه والاوروبيه وترجع هوكستان دولة عندها إمكانات وسمعة على الصعيد الإفريقي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، ضروري ما يفكوا حريرتهم مع المغرب. وترامب كيضرب على هذا الشيء، هو هدفه يكون صانع سلام وأحسن رئيس أمريكي داز في التاريخ. هو بنفسه كيدير الوساطات بين الدول، ما كيتسنى لا متحدة ولا مجلس الأمن. غير هذا العام أقضى شحال من غراض وفك نزاعات كتار، أولها باكستان والهند، من بعد فك بين إيران وإسرائيل، كذلك برد السوق بين تايلاند وكمبوديا، دغيا وقفوا القرة وداروا اتفاق سلام. عاد تجي صعيبة يفك العلاقات بين المملكة والجمهورية، وديجا هاد الفيلم بداه باش ما يقول شي واحد التخربيق. راه ملي صيفط مسعود بولس مستشار الرئاسة المكلف في شمال افريقيا والشرق الاوسط مشى على هاد الاساس الوساطة الامريكية. وشفتوا مؤخرا تدعوة سيدنا في الخطاب للصلح واليد الممدودة زائد السلطات عندهم مرتبط. ما بقاش ذاك الاعلام اللي كيحنقز، وحتى ملي دفعوا بوليزاريو عبر وزير خارجية تندوف اللي قال بصريح العبارة حنا موافقين على المفاوضات مع المغرب وغندخلوها بلا شروط والله يسامح. هنا تبدل الخطاب. شحال هادي ما كتسمع غير ما نتفاوضوا ولا نجلسوا فوق الطبلة الا كان تقرير المصير والاستقلال. دابا او دي غيديروا لما منين يدوز غنبردوا غنرطابوا. هذا راه ترامب واجرك على الله كيفرض هو داك الشيء اللي بغا بزز منك ويزيد يشوهك قدام الصحافة. ما عنده سوق، هو عنده كل شيء بيزنس وتجارة. هو عنده الرباح في الاستقرار، تكالما الدعوة في العالم كامل. وعاد ميريكان مؤخرا ولات مسوقة لشمال افريقيا ومنطقة الساحل. شحال هادي مخلية الساحة لفرنسا كتبورد كيف بغات، ويني ماكرون ما قدرش يحافظ على المنطقة دمدومة، والحلفاء الغربيين زربات عليهم الصين وروسيا. لذلك خرج اللاعب الصغير ماكرون ودخل اللاعب الكبير ترامب، حيت خصو يربط الصين اللي ولات هي شريك تجاري الجزائر والتوانسة والتشاد والسنغال وكوت ديفوار وعدد من الدول. اما الروس شدوا مالي النيجر بوركينا فاسو، حطوا قواعد عسكريه ولاو كيدعموا الجنرالات وقوات فاغنر تاهو مع القرص، والهدف ثروات المناجم تاع دول الساحل. فترامب تحرك دار ديك المره اجتماع مع دول غرب افريقيا فاش صبن الشيخ الغزواني صبينات هانكسان، واليوم كيدير تحالفات وباغي يحل قضيه الصحراء باش يقلع شمال افريقيا للروس والصين ويتحكم في مصير المنطقه. الله.